السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأوفياء. مجموعة تسريبات لعدة حلقات القادمة من المسلسل المدينة بعيدة. لو عجبتكم ما تنسوناش من لايكاتكم واشتراككم. جيهان وعليا سيقيمان في القصر الجديد، وجميع العاملين في القصر سينتقلون معهما إلى هناك. صداقات ستبقى وحيدة في القصر القديم. سيظهر لاحقا شريك جديد لديمير اسمه جيرين، وستكون صديقة عالية. في المستقبل سيصبح ديمير وجيهان صديقين. والد حمادة سيواجه أجمل ويطالبه بالحساب. سيتم إجراء عملية زراعة كلية لجيهان وبوران. حياة جيهان ستكون في خطر وسينقل إلى العناية المركزة. سيقترب كثيرا من الموت لكنه سيبقى مستمرا في المسلسل. جيهان ما راح يقول لكايا عن طفل زيرين، ونديم راح يخبر كايا أو صداقات راح تجيب زيرين للقصر. ستكون هناك مشاهد تقرب بين فرغون وصداقات، كما سيكشف الماضي القذر لشخصية فرغون. الشخص الذي اختطف زيرين سيظهر أمام جيهان ويخبره بكل ما حدث، وسيعرف شاهين أيضا بالأمر، وعندها سيظهر الوجه الحقيقي لأجمل. التوتر بين صداقات وعليا سيخف بعد الأحداث الأخيرة التي جرت من جهة شاهين ونارا. سيأتي خبر الحمل في أي لحظة قريبا. بوران لن يغادر المسلسل بالموت، بل سيتعافى ويغادر ماردين ولن يعود بعد ذلك. بنكون هلا وصلنا لنهاية ملخص حلقة اليوم. أتمنى يا رب ينال إعجابكم. فضلا وليس أمرا منكم اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين. مع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.